اديلها تقييم 10/10. من افضل دويتو ممكن تدوقوه في حياتكم، اللحمه المفرومه والبطاطس. بس النهارده هنعمل بطاطس بيوريه مع اللحمه المفرومه، وعليها بقى طبقه موتزاريلا من فوق، ونشوف الكلام ده هيقول ايه، لان الكلام ده كبير قوي. وخليكم مستعدين ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. وطعمها ايه؟ حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. بادئ زي بدء، هجهز المكون الأساسي اللي عندي وهو البطاطس. هجيب حوالي كيلو أو أزيد شوية بطاطس وأقشرها وأغسلها كويس، وبعدين هقطعها مكعبات كبيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وفي نفس الوقت هكون حاطط حلة مليانة مية عشان تكون جاهزة لسلق البطاطس. أهم حاجة في تقطيع البطاطس إن هي تكون كلها في نفس الحجم تقريبا، وده علشان تستوي في نفس الوقت. كده المية بدأت تغلي، هنزل عليها بشوية ملح، وبعدين هنزل بالبطاطس كلها. هسيبها لمدة 10 دقايق تقريبا أو لحد ما تستوي خالص. هصفي البطاطس وانزل عليها بمكعب زبدة كبير شوية، والبطاطس تكون سخنة. ههرس بقى كله مع بعضه، وبعدين هنزل بشوية لبن أو حليب أي مكان بتسموه، وهرس تاني، ولو احتجت ممكن أزود شوية لبن كمان، لأن أنا عايز أوصل للقوام الكريمي ده، وهو ده اللي أنا عايزه. ننزل بشوية ملح خفاف جدا، لان احنا كنا مملحين المية اللي اتسلقت فيها البطاطس. شوية فلفل اسود، شوية كاري. ههرس تاني علشان البهارات تمتزج مع البطاطس، ونسيبها شوية على جنب لحد ما نجهز اللحمة. هننزل بحتة زبدة، بصلاية مبشورة. هسيب البصلة تدبل شوية، وبعدين هنزل باللحمة. شوية ملح، فلفل اسود، بهارات، وبابريكا. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، هنزل بنص كمية البطاطس الأول وافردها في الصينية واوزعها في مستوى الصينية، وبعدين هنزل باللحمة واوزعها بنفس الكيفية، وبعدين هنزل بباقي البطاطس واوزعها على الوش عشان اغطي بيها اللحمة المفرومة. قوام البطاطس لازم يكون كريمي كده عشان يكون سهل معايا ان انا افردها. وعشان كل حاجة طبعا عندي مستوية، هنزل بالجبنة الموتزاريلا على الوش من البداية. هدخلها الفرن بدون شواية لمدة 10 دقايق لحد ما الجبنة تسيح، وبعدين هشغل الشواية مع الفرن لمدة 5 دقايق كمان. وده الشكل النهائي. شكلها جامد قوي، تحفة فنية ما شاء الله. والبطاطس بقى فيها قرمشة كده من الحروف، حاجة وهم بجد. دي وجبة غذائية متكاملة ومشبعة جدا. مش ممكن ده أكيد تتاكل لوحدها. نقطع بقى ونبدأ ندوق. علاقة البطاطس باللحمة المفرومة أحسن علاقة في الأكل. اللحمة المفرومة بتخش مع البطاطس في أي أكلة. يا سلام بقى لما بتخش معاهم الجبنة الموتزاريلا، ميكس كده بيبقى رهيب، بتبقى حاجة كده سعادة، بتودي الواحد في حتة بيبقى مبسوط. تعالى بقى إيه نشوف بقى إيه الحتة دي. الله 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 الله. ندوق بقى الجمال ده بيقول إيه. بسم الله. مم. 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 رهيب، ميكس رهيب، حاجة من ورا العقل. بجد بجد لازم تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتأكلوهم البطاطس باللحمة المفرومة دي.
اشوفكم في فيديو جديد.